كيف نفذ الجريمة. خبيت الفرد والأغراض. وين كبيته؟ ببرمانة. على الطريق ولا مطرح معين بتعرفه؟ لا هيك يعني على جنب الطريق، ورجعت على رمل البيضة، غيرت البوط ورجعت لهون. بس رجعت لهون لقيته واقف برا، كان على الأستراد. قلت له تعال فوت بسرعة، يعني ما خلي حدا يشوفك. جينا لهون عم بسأله شو، قال لي خالصة يعني ما عاد تحركت. فلقيت انه مشقلة قميصة وهيك، قلت له ليش هيك عملت؟ قال لي انه مشان تبين انه معتدين عليه. قضية اليوم خصها التركيز بمعنى الكلمة، حيث الأحداث ديالها في الأول غادي يديونا الحاجة، وفي الأخير غادي نوصلوا للنهاية غادي تصدمكم كيف ما صدمتني أنا. نبداو على بركة الله. هاد القضية غادي تسافر بينا للسعودية. غادي يبداو الهضرة من عند الإعلامي منهل عبد القادر، من مواليد 1989. كيتعتبر من أشهر الإعلاميين في الخليج ومعروف بالأشعار ديالو. كيدوز في قنوات اللي كبيرة ومهمة في العالم العربي، ومن أهمهم MBC، قناة الرسالة، روتانا FM. عبد القادر كانت الأصول ديالو من سوريا، يعني سوري الجنسية، غير هو نصف عمرو دوزو في السعودية. فيها قرا وفيها خدم وطور من راسو حتى ولا مشهور. معظم الناس كانوا كيظنوا أنه سعودي، لكنه كيف قلت لكم سوري. عبد القادر قرر أنه يتزوج، والاختيار ديالو طاح على بنت بلاد الأم واللي هي فاطمة الزهراء، حتى هي قدو في العمار، يعني من مواليد 1989. الزواج ديالهم كان ناجح، وأي واحد كيتمنى يكون في بلاصتهم، لأنهم كانوا كيبانوا للعلن أنهم مرتاحين متفاهمين متحابين، ما نقصهم حتى خير. تزادت عندهم بنوتة عمرت عليهم الدار ودخلت عليهم الفرحة. أمورهم كانت غادة طبد مزيان. في الصيف ديال سنة 2015 عبد القادر غادي يقول لمراته فاطمة الزهراء يلا هي نمشيو نصيروا الرحم مع أحبابنا في سوريا. فاطمة فرحات وعجبها الحال، وزاد فاجأها، قال ليها قبل ما نمشيو لسوريا غادي ندوزو للبنان، ندوزو فيها شي أيام نفوجو من تما نيشان لسوريا. فاطمة الزهراء ما قدتها فرحة بهذا الخبر، طارت من الفرحة، فبدات كتجمع حوايجها، مهم كتوجد راسها للسفر. وفعلا نهار 5 في شهر 8 سنة 2015، وكان نهار الأربعاء، فاطمة الزهراء وعبد القادر وصلوا للبنان، وبالضبط لمدينة بيروت. هنا عبد القادر كان عامل مع واحد السيد يجي يتلقاهم في المطار باش يوصلهم للأوتيل، وكان متفق معاه أنه غادي يبقى معاه على طول الرحلة ديالهم. فجاء هاد السيد واللي سميته محمد من مواليد 1986، فغادي يلقاوه كيتسناهم حدا المطار، فغادي يهزهم ويديهم للفندق، وهذا الفندق سميتو البساتين. دخل معاهم حوايجهم وقال لعبد القادر فوقاش ما احتاجتيني عيط لي. جا عبد القادر قال له حنا غادي نرتاحوا شويه، وفي الليل غادي نعيط لك تدينا لواحد الريستو باش نتعشاو فيها. وفعلا جا الليل وجا لعندهم وداهم لديك الريستو. ملي كملوا عشاهم ردهم للفندق من طريق السيار، وكانت الساعة 4 ديال الليل. فهنا وقفتهم واحد الطوموبيل كحلة، جات تعرضت ليهم في وسط الطريق، وفيها 4 ديال الرجال كلهم ملتمين وهايزين سلاح. محمد في البلاصة خرج من الطوموبيل وعلق، خلى موراه هالريح، بقى واقف بعيد كيشوف شنو غادي يوقع. وفاطمة وعبد القادر بقاو جالسين ما فاهمين والو، فطلبوا منهم يعطيوهم الفلوس واللي عندهم كله. فهنا واحد من دوك الأربعة بغى يتكرفس على فاطمة الزهراء، ومسكينة بقات كتقاومو، حتى كانت تيرة فيها قرطاسة في الصدر ديالها وواحد القرطاسة اخرى في رجليها. فهنا عبد القادر ملي شاف هاد المصيبة فبقى كيحاول يدافع على مرته، وهنا واحد من دوك المجرمين تيرة فيه حتى هو قرطاسة في رجله. دوك 4 ديال المجرمين ملي قضاو شغلهم وداو الفلوس ركبوا طوموبيلتهم وهربوا. هنا عاد ناض محمد الشيفور واتصل بالشرطة وقال لهم حنا تعرضنا للسرقة، ودوك العصابة كانوا هايزين سلاح وضربوا المرأة وراجلها. المهم عاود ليهم كل شيء. فهنا الشرطة جاو في البلاصة وجات معاهم حتى الإسعاف، فنقلوا فاطمة الزهراء وعبد القادر للمستشفى باش ينقذوهم. لكن فاطمة الزهراء توفات في الطريق لأن الضربة جاتها في الصدر ديالها. عبد القادر ملي عرف ان مراته ماتت كان غادي يتسطى بالبكا. كيفاش هو مرته يدوزوا العطله صدق غادي يرجع لدارو بلا مرته؟ فبقى كيبكي ودخل في حاله هستيريه. هنا الشرطه كانوا باغيين يسولوه شي اسئله حول القضيه، لكنهم تراجعوا ملي شافوا حالته ما كتسمحش.
فهنا خدوا معاهم محمد لمركز الشرطة وبداو معاه التحقيق. فقالوا ليه عاود لينا بالتفصيل شنو وقع هاد الليلة. محمد الشيفور قال أنه غير تعرضوا له في الطريق وقف الطوموبيل وهرب وبقى مراقبهم غير من بعيد، وقال كان حاسبهم غير غادي يسرقوا ماشي غادي يطيروا فيهم القرطاس. فهنا غادي يسولوه شكون اللي تضرب فيهم الأول، واش عبد القادر ولا فاطمة الزهراء. فهنا الشيفور قال أن فاطمة الزهراء هي الأولى اللي تضربات بالقرطاس، عاد من موراها ضربوا عبد القادر. فكيقول له واحد المحقق علاش ما بقيتيش معاهم في الطوموبيل، علاش هربتي؟ قال حقا خاف بزاف غير شافهم وهو يهرب. فهنا غادي يخليوه يمشي بحاله وقالوا له ما عندك فين تمشي، راه حنا غادي نعاودو نعيطوا ليك. هاد الحادثة كانت عملت ضجة كبيرة في الإعلام، كل شيء كان كيهضر عليها، قنوات كبار كانوا متبعين الأخبار ديالها، لا في السعودية لا في سوريا لا في لبنان، كل شيء كان كيهضر على هاد الفاجعة اللي صابت عبد القادر. فكانوا فنانين كبار كيبعثوا برقيات تعازي لعبد القادر، كل شيء بقى فيهم هاد السيد، لأن هاد الشيء ماشي ساهل، مشى غير يفوج صدق قتلوا ليه مرته. المهم كيف قلت لكم القضية عملت ضجة كبيرة، وكل شيء بغى يعرف شكون هما هاد الأربعة ديال المجرمين. فالمحققين تعرضوا لضغط كبير من قبل الجمهور وحتى من عند الصحافة، فهنا كان ضروري عليهم يسربوا الإجراءات ديال البحث، وأول حاجة اللي خصهم يديروها هي يسمعوا الأقوال عبد القادر ويشوفوا شنو غادي يقول ليهم. فمشاو لعندو المستشفى وكان عاد خرج من البلوك حيت زولوا ليه القرطاسه من رجلو. المهم سولوه اش طرا هاد الليله. عبد القادر غادي يجاوب نفس الجواب ديال محمد، ما زاد عليه ما نقص منه حتى كلمه. فخلاوه ومشاو المحققين بحالهم، فبقاو كيتسائلوا كيقولوا شي حاجه ناقصه في هاد القضيه، كيفاش يرجعهم للفندق من طريق السيار، ياك هو داهم من الطريق العاديه علاش يردهم من الطريق ديال الاوتورود. فبقاو كيتسائلوا. فواحد المحقق غادي يقترح على محققين اخرين وغادي يقول لهم يمكن يكون محمد عنده يد في هذه القضيه وهو اللي متفق معاهم باش يجيو يسرقوهم. هنا المحققين كاملين غادي يقولوا يمكن يكون عندك حق، فغادي يتصلوا بمحمد وغادي يقولوا له خاصك ضروري ترجع لمركز الشرطه، وفعلا غادي يرجع وغادي يضغطوا عليه مزيان. لكن محمد بقى مصمم على الجواب ديالو بانه ما عنده علاقه بهذه الجريمه. فهنا غادي يطلبوا منه انه يعاود ليهم تفاصيل من الاول، وغادي يسولوه شكون اللي تضرب الاول. فهنا غادي يتلف وغادي يقول محمد هو اللي تضرب بالقرطاسه الاولاني، عاد من موراه تضربت مراته فاطمه الزهراء. فهنا المحققين غادي يقولوا له ياك قلتي مره اخرى ان مراته هي الاولى، كيفاش عملتي لها؟ فهنا قال لهم انا راني تفافيت واصلا ما بقيتش عاقل، وزيدون كنت بعيد على الطوموبيل. فالشرطه غادي يرجعوا تاني لعبد القادر وغادي يسولوه شكون اللي تضرب الاول، انت ولا مرتك؟ فعبد القادر قال مراتي هي الاولى، عاد انا. ملي واجهوه بقول ديال الشيفور قال لهم يمكن نسى ولا تفافى، مهم مراتي هي الاولى عاد انا. وفي نفس الوقت كان واحد المحقق كيحقق مع محمد الشيفور وسولو شنو علاقتك بعبد القادر وكيفاش حتى تعرفتي عليه. قال هو كيعرف عبد القادر هذه مده، ورجع الشيفور ديالو فين ما كيجي لبنان كيبقى يخرجوا لشي بلايص هو باغيهم، مهم الشيفور ديالو. وفي نفس اللحظة واحد المحقق غادي يسول عبد القادر نفس السؤال، شنو علاقتك بمحمد؟ فهنا قال له هو الشيفور ديالي في الوقيته اللي كنكون انا هنا في لبنان وما عندي معاه حتى علاقة من غير الخدمة. هنا المحققين ملي كيجمعوا الاقوال ديالهم وكيتناقشوا مع بعضهم كيلقاو راسهم في وسط قضيه اللي صعيبه وما فيها حتى شي دليل اللي سهلهم فك الخيوط ديالها، وكيلقاو راسهم قدام الاعلام اللي ما بغاش يسكت. فهنا غادي يحاولوا انهم يبحثوا في القضيه من جهه اخرى، واللي هي خداو جثه فاطمه الزهراء للمشرحه باش يشوفوا كيفاش ضربت بالقرطاس، وحتى يقارنوا الرصاص اللي تضربت به مع اللي تضرب به راجلها. فبداو كيقلبوا في هاد البيست هادي، والغريب غادي يلقاو ان نفس القرطاس ضربوا به بجوج بهم، وهذا الشيء كيتعارض مع الاقوال ديالهم، حيت هما قالوا اللي ضرب فاطمه الزهراء راجل واللي ضرب عبد القادر راجل اخر. فهنا غادي يواجهوا الشيفور بهذا الدليل وغادي يقول لهم انه نسى وما بقاش عاقل شكون اللي ضرب شكون، وانا غير كنت كنشوف من البعيد ونقد نكون ما شفتش مزيان. ونفس الشيء غادي يعملوه مع عبد القادر وغادي يسولوه شكون ضربك انت. فهنا عبد القادر غادي يقول لهم واحد بغى يتكرفس على مرتي وقوماتو فضربها بقرطاسه في صدرها وفي الرجل ديالها، وانا ملي دفعت عليها ضربني واحد راجل اخر رجلي. فهنا المحقق قال له هي نفس القرطاسه، كيفاش درتوا ليها؟
هنا منهل عبد القادر قال له اللي كاين انا عودت ليكم، سيروا قلبوا شوفوا شكون اللي قتل مرتي، في عوض ما كتضيعوا الوقت معايا شوفوا شكون اللي قتل مرتي. فهنا المحققين خرجوا وعاودوا التحقيق من جديد مع الشيفور محمد. كل ساعه كيدخل عنده محقق في شكل كيسولو شنو جرى، ومحمد الشيفور ما عليه يبقى يعاود حتى عياوه مزيان. وهما بهذه الطريقه كيحاولوا يشوفوه واش غادي يبقى ثابت على الاقوال ديالو ولا غادي يفلطي في شي حاجه، لان كيف كنعرفوا نسي الكذاب وعاود سولو. من بعد ما دوزوا معاه وقت طويل وهما كيتناوبوا عليه، وكل مره واحد كيقول له عاود لي من الاول اشنو جرى، فهنا محمد صافي عيا وقرر انه يعاود ليهم كل شيء. فقال ليهم ان منهل عبد القادر عيط له هذه مده قبل ما يجي لبنان، وقال له بالحرف انني غادي نجي لبنان وباغي تكون انت الشيفور ديالي، وعندي واحد الخطه باغي نطبقها وغادي نتهلا فيك مزيان، وغادي نعطيك 30,000 دولار واللي هي 30 مليون مغربيه. قال لي هاد الخطه خطيره بزاف وخاصها الذكاء باش ما نتفضحوش. هنا جاوبوا محمد وقال له اما هي؟ قال له عبد القادر انا غادي نجيب معايا مراتي باش ندوزو كون نجي في لبنان، وفي هاد المجيه باغي نتهنى منها. دابا انت دبر لي شي رجال اللي تيقه واللي نقدر نعول عليهم يديروا لي هاد الخطه. فمحمد قال له كون هاني قضيتك عندي وما غادي يكون غير خاطرك وغادي ترجع بلا بها. فمحمد من اللي بقى كيحاول يفتش على شي رجال اللي يعاونوه في هذه الجريمه ما لقاش، فهنا قرر انه هو يديرها بيده. فقال جاو لبنان ومشيت من موراهم وديتهم للفندق البساتين فين كانوا حاجزين، وملي خرجتهم في الليل باش يتعشاو وحنا راجعين شابرين الطريق عبد القادر عطاني الاشاره بيدو. تما وقفت الطوموبيل ودرت لعندهم وتيريت فيها قرطاسه في رجليها وواحده اخرى في الصدر ديالها، وتما ضربت عبد القادر بقرطاسه في رجلو باش نتلفوا الشرطه. واما ديك الذهب والفلوس فانا خديته. هذا كان الاتفاق ديالنا، يعني يعطيني الفلوس 30 مليون وعاد الفلوس والذهب اللي كانت مرته هايزاهم. فهنا المحققين خدوا هاد الاقوال لعبد القادر وواجهوه بها، لكنه انكر وقال هادشي كله كذب وما كاين منه والو، وقال من مستحيل نقتل مراتي، انا كنبغيها بزاف ما نقدرش نعيش بلا بها. فهنا المحققين واجهوه بمحمد الشيفور، وهاد الاخير بقى كيقول لعبد القادر نسيتي نهار عيطتيلي، نسيتي نهار قلتيلي باغي تقتلها. ودار لواحد المحقق وقال له ان المسدس عندي في الدار واحتمل الفلوس، المهم الدلائل كلها عندي. فهنا منهل بقى ساكت ومن موراها بقى كيعاود حتى هو وقال اياه انا بغيت نقتلها ونتهنى منها وانا اللي خططت للمقتل ديالها. فهنا المحققين بغاو يعرفوا الدوافع ديالو، قالوا له علاش بغيتي تقتلها، شنو اللي خلاك تعمل في مراتك هاد الحاله؟ قال الصراحة ما بينتنا شي مشاكل، عايشين هانين، ولكن أنا بغيت نقتلها باش نتزوج من اختها حيت كنبغيها وسميتها حلاوة وفي عمرها 16 سنة، وأنا فكرت أني نطلقها ونتزوج بختها، لكن من المستحيل عائلتها يزوجوها بيا. هذا علاش خططت نقتلها باش عائلتها ما يرفضوش زواجي بها. هذا الاعتراف كان كافي يقلب عليه كاع الناس اللي تعاطفوا معاه، ولا كلشي كيطلب أشد العقوبة ليه وكلشي تصدم من هذه الجريمة. كيفاش منها عبد القادر اللي الاشعار ديالو كلها حب على المراه وتمجيد ليها يصدق مخطط للقتل ديالها بهذه الطريقه؟ المهم المحاكمه ديالهم غادي تبقى مده عام، عاد غادي تنطق الحكم، وبالضبط سنه 2016 غادي تنطق الحكم واللي هو محمد الشيفور تحكم بالمؤبد، ومنها عبد القادر تحكم بالاعدام غير مطبق، يعني حياته غادي يدوزها في الحبس، وحياته هو مريض وما عارفش راسو واش غدا غيطبقوا فيه الاعدام ولا السيمانه اللي جايه. مهم حياته غادي يدوزها في العذاب النفسي. الصراحه خرج على راسو ويتم بنته. دابا بنته ملي تكبر تعرف شنو دار في امها اشنو غادي تكون حالتها. والله عجيب امر هاد الناس اللي كيبغيو بهاد الطريقه كيتعموا ليهم العينين بصفه نهائيه. الله ينجينا من امثاله. قولوا لي شنو رايكم في هاد القضيه، ولحد هنا غادي نقول لكم شكرا على المشاهده والسلام عليكم.